أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ الإنسان إذا يريد يخدم المجتمع لابد أن يلتزم ببعض الأصول. هذا شيء بديهي لا يحتاج إلى دليل وبرهان. أنا أريد أخدم الدين، لابد أن ألتزم ببعض الأمور. لماذا؟ لأن لا يمكن خدمة الدين بأي شكل، لابد أن تلتزم ببعض الأمور حتى تقدر أن تخدم الدين، لأن المجتمع لا يقبل من كل أحد أن ينطق باسم الدين. أفرض الطبيب يريد أن ينطق باسم الدين، يبين أحكام الدين، ينصح الناس، يقولون له: أنت ليس حرفتك النصيحة، أنت أمرك غير الدين، أنت موظف يا طبيب أن تشتغل في حرفتك. يا المهندس أفرضوا مهندس كهرباء يريد يجيء أن يخاطب الناس باسم الدين، يبين الأحكام، لا يمكن. هذا شغل طالب العلم، طول حياته ينشغل بالعلم، يصبح عالم دين، آنذاك يكون له قدرة لبيان الدين. العلماء، المراجع، الفضلاء الذين كونوا أنفسهم لخدمة الدين، ولا بد لكل طالب أن يلتزم بأمور، يعترف بأمور، يتوجه إلى بعض الصفات حتى يجعل تلك الصفات في وجوده، حتى لما ينطق ويتكلم في المجتمع الناس يقبلون. من الصفات التي تسبب سقوط الإنسان وعدم التوفيق هو الحسد. الحسد يأكل الإيمان. ارجع إلى نفسك، إذا عندك صفة الحسد اترك الدراسة، ليس لك مستقبلا في الحوزة في خدمة الدين، لأن الحسد يأكل الإيمان، يجرك إلى المعصية. اسعى أيها الطالب العلم في ارتقائك، في صعودك. انت شو عليك بأخيك؟ الله سبحانه وتعالى نوره بتنوير العلم، احمد ربك أن صديقك وفق لهذا الأمر، وادعو في حقك، اطلب من الله في حقك أيضا يوفقك. ادعوني أستجب لكم، اطلبوا مني. لماذا تهمل الأمر؟ الحسد حبس الروح. شوف إمام أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: الحسد سجن الروح، ما يخلي روحك يرتقي، يحبسك الحسد. الحسد شر الأمراض، أخبث مرض هو الحسد. ربما الإنسان يمرض، بالنهاية الشتاء والصيف وتغيير الجو ربما الإنسان يمرض ويرجع إلى الطبيب.
الطبيب يعالجه، يعطيه أدوية. أنت تريد يعالجك الله سبحانه وتعالى، يعطيك أدوية بالنسبة إلى ارتقاء نفسك. تريد أدوية من أحد الأشياء الذي لا بد أن تلتزم به وهو دواؤك البعد عن الحسد. لا تتقرب للحسد. الحسد يأكل الحسنات، يسبب على كل انهيار الإنسان. أمير المؤمنين روحي له الفداء رأس الرذائل الحسد. شوف بعض الأشخاص من حيث العلم لا بأس بهم، ولكن ليس لهم توفيق، ماكو ارتقاء. تشوفه بالمجالس ينطق بكلمات لها قيمة، يتبين أنه صاحب علم، ولكن في المجتمع ليس له ارتقاء، ليس له نظر حسن. لماذا؟ لأن الصفات التي موجودة في نفسه تسبب الناس الطلاب يبتعدون عنه، لأن بالنهاية أنا جئت أن أخدم الدين، أخدم المذهب، أسير على سير أهل البيت روحي لهم الفداء، ونصحوني بأنه أبتعد من هذه الصفات. طالب العلم إذا التزم بهذه الصفات وصار له علم له قيمة، المجتمع يقبله، طلاب العلم يرغبون إليه. وإلا بصفات التي وصوا أهل البيت بالبعد عنهم، إذا الإنسان تخلق بتلك الصفات لا مجال له، لا قيمة له. إذا أمطر التحاسد نبت التفاسد. سبحان الله. شوف أمير المؤمنين شي يقول إذا بدا الحسد الفساد يجي. طالب العلم لابد أن يكون في صف الأول لأخذ نصائح أهل البيت روحي لهم الفداء. وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.